حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيع رسول الله محمد. النهاردة بقى هنعمل أكلة سمك 100%. ابني بقى النهاردة كان عايز ياخدنا بكرة ونروح ناكل سمك وكابوريا. عملنا أكلة سمك وهنحسبها مع بعض، مش مكلفة خالص. جبنا سمك بولتي وجبنا سمك مكرونة وكمان جبنا كابوريا. اول حاجه هنعمل كده الكابوريا، حطينا عليها كرفس وبصل وجزر وهنسيبها وشويه توم كده، وهنسيبها بقى ايه تتشوح مع بعضها. طبعا لما تيجوا تقلبوا الكابوريا اوعوا تقلبوها بالمعلقه، هنقلبها بايه. وحطينا كمان طماطم وحطينا ورق لوري. نمسك الحله كده ونقلب بالحله باليدين كده وبايدينا، نقلب بالحله. هنا كده حمرنا البصله بتاعه الرز، هنعمل الرز البني بتاع البصل. حطينا ملح وكتروا فيه البصل، يعني بصليه تكون محترمه كده كبيره على نص كيلو الرز. هي كده البصله ما اتحرقتش ولا حاجه، لا انا عايزاها كمان سيكه صغيره. وبعد كده احنا غاسلين الرز بتاعنا كويس جدا ومصفيينه علشان نعرف نشوحه في البصله ويبقى اللون بتاعه بني. ونحط عليه مكعب ماجي ونحط عليه شوية كمون وشكرا على كده، ويبقى كده الرز بتاعنا اتعمل. انا النهاردة جبت السمك بكامل بولتي. جبت البولتي النهاردة ب85 جنيه. السمكية كبيرة وحلوة وهتشوفوها معايا. جبت 2 كيلو ونص، بسم الله ما شاء الله، ب210. وكمان جبت اللهم صل على النبي كيلو الا ربع مكرونه ب60 جنيه. يبقى كده احنا معانا كام؟ 270 جنيه. وجبت 2 كيلو كابوريا، لا دول كيلو ونص كابوريا ب50 جنيه. يبقى كده حسبنا كام؟ 320 جنيه. وعملنا احلى اكلة سمك، وجنبيها شوية رز ببصلة، وكمان جنبيها بطاطس شيبسي، وما عملناش كمان طحينة. وعملنا السلطة بقى البلدي الجميلة اللي عايزة اقول لكم كانت خطيرة. بصوا هنا بقى كده رشيت عليه شوية زعتر وفرش كده عشان يديني نكهة حلوة جدا جدا. حطينا ايه على الكابوريا؟ حطينا بصل، حطينا جزر، حطينا بصل، حطينا كرفس. التوابل اللي عندك حطيها، عندك ملح وكمون يكفي، ونطرة فلفل اسمر. هنا بقى الدقه اللي احنا عاملينها من السنه اللي فاتت، حطيت عليها شويه كرفس وحطيت عليها شويه جزر مبشور. دي المكرونه اللي انا جبتها، عايزه اقول لكم خطيره. انا ما حاولتش ان انا اكتر، يا دوبك السمك انتوا عارفين بيتاكل في نفس اليوم وخلاص. السمكيه بقى تحرقوها كده في الزيت، يعني عايزه اقول لكم. ويعني الاكل ده احنا هناكله كمان ساعتين. عملت الاكل وعملت السمك وحطيته في التلاجة. السمك عايزه الزيت بتاعك يبقى كويس ونضيف وملوش اي ريحه. امسكي بصي السمكيه وبروميها كده، علشان لما تيجي تحطيها في الزيت هتتفتح قلبها معاكي ومش هيفضي اللي جواها، هتبقى زي بتاعه المحلات بالظبط. عملنا اكلة سمك ممكن ان احنا ناكلها بره، ديت هتعدي 1200 جنيه صدقوني، 1200 جنيه. لو ما كانتش كمان 1300 جنيه. لما تشوفوا السفرة اللي انا عاملاها بتاعه السمك، اكلة السمك النهاردة، هتقولوا فعلا لو حطولنا بقى البطاطس والحاجات اللي انا عملتها هتعدي 1200 جنيه. رغم ان كان مصمم جدا انا هاكلك، وهو كانش عايز ياكل ولا بوري ولا اي حاجة خالص، كان عايز ياكل مكرونة وبولتي والكابوريا. يعني هما التلاتة دول اللي انت عايز تروح تتغدى بيهم بره. يا ماما هما بكرة تمام. يعني احنا كنا بنتكلم على يوم الاثنين بالليل، قالوا يوم الاربع هاكلت اكلة سمك، مكرونة بقى مقلية وبولتي مقلي كده وكابوريا جميلة جدا. قلت له تمام. انا بقى النهاردة التلات نزلت جبت السمك بتاعي وهعمل له الاكلة السمك اللي هو عايزها، مش مكلفة
خالص. وعايزه اقول لكم احنا من عشاق السمك. عايزه تجيبي بوري، هاتي بوري واعمليه في البيت. عايزه تعمليه سنجاري، عايزه تعمليه صينيه، عايزه تعمليه مشوي، اعمليه في البيت باي طريقه انت حباها. هتعمليه بالكريمه، بالبطاطس، اللي انت عايزاه اعمليه. الجمبري لو جبت كيلو الجمبري ب 400 جنيه، رغم النهارده كان في السوق والله كان ب 300 وكان كبير وجميل وعجبني جدا جدا. تمام. وعملت جبت كيلو جمبري، هتعملي منهم صينيتين كبار مش صينيه واحده. يعني الاكله المكلفه اللي انت هتاكليها بره، واكل بره دلوقتي عايزه اقول لكم بقى غالي جدا جدا جدا، مفيش حاجه رخيصه. بصوا السمكيه بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، زي الفل. بصوا قلبها احمر ازاي، والسمكيه كبيره بسم الله ما شاء الله. احشوا كده السمك حلو وحطوا فيه كرفس. الكرفس دوت بيودي السمك في حته تانية خالص. هنقلب السمكيه بتاعتنا كده، هنبدرها حلو جدا جدا. اهم شيء في السمك، عايزه بقى لون وطعم، والسمك يبقى مقرمش كده معاكي، كريسبي من بره وطري من جوه، ان انت تبدريه وتحطيه في التلاجة. حطينا السمك بقى بتاعنا، عايزه اقول لكم اكتر كمان من ساعتين، لغايه يما ابني اتصل وقال خلاص قرب يجي من الشغل. قلت اقوم بقى اعمل الغدا، يعني هو مع ما يجي فيها ساعه اكون انا بقى كده عملت السمك بتاعي وحضرت السفره وفاجئه بقى بيها. وفعلا كانت مفاجاه بالنسبه له واتبسط جدا جدا، وقال فعلا انا ما كنتش هاكل كمان زي ما اكلت كده النهارده. ليه بقى؟ لان الاكل في البيت بيفرق. بصوا السمكيه ناشفه ازاي، بصوا قلبوا فيها كده يمين وشمال، والسمكيه معاكم ولا تقلقوا باي حاجه. انا بس مش عارفه اقلب ديت لان بصور بايد وبقلب بالايد التانية. عايزه اقول لكم السمكيه كده مش بيضه، السمكيه محمره وناشفه خالص. طلعت السمكيه تحفه. بصوا السمك الدقيق ماسك فيه، ما نزليش في الزيت، ما بهدليش الزيت، ما طلعش ريحه ولا اي حاجه خالص. بصوا السمكه ناشفه وجميله، واخدين بالكم من قلبها ان مفيش حاجه طلعت خالص في الزيت. نصفي كده ونطلع على منديل، وبعد كده في طبق تاني بقى نكون رشين كده شويه جرجير من تحت. بصوا ناشفه ازاي، عايزه اقول لكم مقرمشه وخطيره جدا جدا، وكان طعمه فعلا خطير. هنحط برضو السمك لان السمك بيفرق كتير يا ما بتبدريه بالدقيق وتحطيه في التلاجة. الدقيق بقى بيمسك في السمكية ولا زفارة ولا اي حاجة في البيت. دي بقى كانت سفرتي النهاردة، كلفناها مبلغ بسيط جدا جدا، وعملنا أكلة سمك وجمبري وكابوريا خطيرة، وعملنا بطاطس شيبسي وسلطة برد بلدي وشوية رز ببصلة. عايزة أقول لكم الأكل النهاردة بألف هنا وشفا، كان خطير. اعملوا حاجة في بيتكم مش مكلفة خالص خالص وبألف هنا وشفا، وأتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم. والسلام عليكم.